السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ان شاء الله نعمل مع بعض النهارده الارنبيط المقلي المقرمش زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله، حاجه كده جميله جدا. صحتين وعافيه على قلوبكم. وهنعمل كمان ارنبيط مطبوخ. يلا نشوف بقى هنعمل مع بعض الحاجات دي ازاي. يلا نشوف مكونات الاكله الجميله بتاعتنا دي ايه. مكوناتها عباره عن ارنبيطه كبيره، بس مش كبيره قوي يعني متوسطه الحجم، متقطعه وردات زي ما انتم شايفين كده، نفس الحجم ده كده. كوبايتين دقيق، بيضتين، معانا حزبه بقدونس واخدين الورق بتاعها مقطعينه كده، وبقيه الحزمه هتبقى فرشه للقرنبيط بعد ايه ما يتقلي. معانا كمان قرنبيط متقطع وردات صغيره كده، وصلصه طماطم. البهارات بتاعتنا عباره عن معلقه ملح كبيره، معلقه كمون صغيره، كل ده صغير، ومعلقه شطه، نص معلقه كركم، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره فلفل اسود. معانا نص كوبايه من النشا وكوبايه ميه. هنجيب بوله فاضيه كده، هننزل فيها بكوبايتين الدقيق، نص كوبايه النشا، والبهارات بتاعتنا، الملح والفلفل والبابريكا وكركم وفلفل اسود وكمون. هننزل بيهم كلهم كده على معلقه صغيره بيكنج باودر، ونقلب بقى كل المواد الجافه دي مع بعض. بس خلاص، هننزل عليهم بقى بالبيضتين، ونقلب بقى ايه البيض مع الدقيق. ننزل بقى بكوبايه الميه، ما ننزلش كوبايه الميه كلها، ننزل بقى حبه حبه كده لحد ما يدينا السمك اللي احنا عايزينه. ننزل بقى بالبقدونس ونقلب كويس. كده الخليط بتاعنا جاهز. نحط حله فاضيه على النار زي ما احنا شايفين كده، نحط فيها ميه، نحط على الميه شويه ملح، حوالي معلقه صغيره كده، ذره من السكر، وكمون. دي ميه السلق بتاعتنا، نغطي عليها بقى لما تغلي، ننزل عليها القرنبيط. نجيب حله تانية صغيره، ننزل فيها بحبه زيت وكعب من الزبده، نقلبها بقى لحد ما تسيح. ننزل بقى عليها بالبصل، طبعا عايزين البصله بتاعتها تصفر. يلا ننزل بقى بالقرنبيط بتاعنا، وهنسويه نص تسويه، مش هنسويه كله لان هيبقى يكمل تسويه، هيكمل تسويه في القليه، يعني ما تسيبوش لحد ما يتهري. تمام، نغطي عليه بقى لحد ما يستوي. هنحط الصلصه، والصلصه فيها توم، 3 4 فصوص توم. نقلب بقى كويس، كمون، شطه. يبقى احنا كده حطينا كمون وشطه، والصلصه عليها توم وملح. سيبهم بقى يغلوا مع بعض كده. خلاص هي غليت معانا اهي، نشيلها بقى في جنب كده. نجيب طاسه على النار، نحط فيها شويه زيت. لما الزيت يغلي هننزل فيه بالقرنبيط اللي هو الصغير ده، هنشوحه شويه قبل ما نحطه في التخديعه. نقلب القرنبيط بتاعنا، نقلب بقى اللي فوق تحت واللي تحت فوق.
عشان كله يستوي مع بعض. يلا نغطي عليه بقى ونسيبه. شوف الزيت بتاعنا غلي كده، بس خلاص الزيت بتاعنا غلي. ننزل عليه بقى بالقرنبيط. انا بسيبها كده قبل ما نحط في التقلية. كده تشوح معانا. نجيب بقى حلة الترجيع كده، ننزل فيها بقى بالقرنبيط بتاعنا. ما شاء الله ريحة الترجيع جميلة جدا. بس نقلب بقى، نزودهم كده شوية مية، نغطي بقى لحد ما ما يستوي. يلا نشوف بقى القرنبيط بتاعنا كده تمام. نصفي بقى القرنبيط بتاعنا ده. يلا نجيب بقى طاسة حلوة كده على النار، ننزل فيها بزيت غزير. معانا بقى فصين توم فريش كده، هنحطهم على العجينة ونقلبها كويس. نزلت على القرنبيط بتاعنا بمية ساقعة عشان يوقف عملية التسوية. الزيت بتاعنا يغلي بقى وبعدين نقلي فيه القرنبيط. ننزل بقى كده على القرنبيط اضافة الخلطة بتاعتنا. صفيها كده خالص، ننزل فيها بالدقيق. ده الدقيق اللي احنا حاطين عليه الخلطة. عملنا نصه للخلطة وسيبنا نصه ناشف علشان ايه يطلع من هنا نحط هنا. نشوف بقى الزيت بتاعنا اتقلح كده. بس كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، الله اكبر. احلى قرنبيط هتاكلوه ان شاء الله. نستنى بقى القرنبيط بتاعنا. ما شاء الله شايفين؟ ما شاء الله، الله اكبر. ولا فراخ كنتاكي لاحلى الناس ان شاء الله. ما شاء الله، الله اكبر. زي ما انتم شايفين كده احلى قرنبيط هتاكلوه ان شاء الله. هكمل الكميه كلها وارجع لكم تاني. وده شكل القرنبيط بتاعنا بعد ما خلص. وده القرنبيط المطبوخ، طعمه اقسم بالله اكنه عليه لحمه بالظبط. يلا نجيب بقى سرفيز جميل كده ونرش عليه شويه بقدونس كده. شايفين؟ مقرمش وجميل. شايفين؟ ما شاء الله، الله اكبر. ما شاء الله، ما شاء الله. كل القرنبيط طالع كده من اول واحده لاخر واحده. ما شاء الله، الله اكبر. يلا نرص مع بعض بقى كده. نرش عليه بقى بقدونس كده من فوق عشان يبقى شكله جميل. ايه رأيكم بقى؟ حاجة كده جميلة جدا تستاهل بقكم.
يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.